مصر القادم بعد ثورة قامت بمطالب محددة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. يا ترى هيكون مين؟ يا ترى هيكون رئيس لكل المصريين ويحقق مطالب الثورة ولا لا؟ عشان كده احنا في كل حلقة هنقدم واحد من المرشحين للرئاسة وهنقدم أعماله ونحاول نكشف حقيقته إذا كان يصلح أو لا، وليكم في الآخر الحكم عليه إذا كنتوا تنتخبوه أو ما تنتخبوش. والنهاردة ابتدينا بواحد من المرشحين، مرشح غريب أوي، غريب أوي أوي أوي، وهتعرفوا دلوقتي هو غريب ليه بعد ما نكمل الحلقة. اسمعوا المقطع ده ونرجع نتكلم تاني. واحد المرة اللي فاتت برضو يعني اتأسف في الظرف، يعني ما بس اما مسكت الكلمة وحللتها. واحد بيدرس في الجامعة، بيدرس مادة احد مواد في احد الجامعات الإقليمية. بيقول المذيع بيقول له: طب ايه رايك احمد شفيق؟ واللي جرني للكلام بيقول له: احمد شفيق اترشح يعني. قال له: والله العسكريين انا رايي انهم يشوفوا مهمتهم الاصليه، خد بالك، يشوفوا مهمتهم الاصليه ويدافعوا عن حدود الدوله يعملوا. قال لا بقى، روح انت شوف مهمتك الاصليه واقعد على قد الماده بتاعتك اللي بتدرسها في الجامعه الاقليميه بتاعتك. الدوله مش ناقصاك، مش مواطن، على الاقل مش مواطن مصري عظيم. وانا مواطن مصري، وانا مواطن مصري معد اعدادا جيدا، لاني خدت كل الدراسات الاستراتيجيه اللي تؤهلني للمنصب، على عكس حضرته اللي ما خرجش من المدرج بتاع الماده العلميه بيعملها. بس خدت كل الدراسات وكل الاحتكاك وكل الاتصال الخارجي والداخلي، ونتائجي في الممارسه الفعليه للاداره ادت الى ان انا طلعت نتيجه بهرت العالم كله. ده اعتقد دي مواصفه. لكن انت تيجي من تدريسك لهذه الماده في هذه الكليه في هذه الجامعه الاقليميه وتفرض رايك، ما تقعد درس، ما تشغل نفسك بمادتك. انت معد انك ما تخليك في نفسك. بقى انت بتصلى على احمد شفيق اللي طب نجيب بقى شهادات احمد شفيق ونقول له: يا عم ايه ده؟ ايه يا عم شفيق؟ انت لسه ما بقتش رئيس. امال لما تبقى رئيس هتعمل ايه؟ هيبقى مفيش حريه خالص؟ مفيش حريه رأي؟ هتطمع الشعب؟ الله، دي حاجه غريبه. طيب انت قلت نشوفوا شفيق مين؟ نشوفوا مين ونرجع. إدارة المال العام والمتسبب فيها أحمد شفيق. المطار الجديد تم إسناد عمليات إنشاؤه إلى شركات تابعة لمجد الراسب ومحمود الكمال وأصدقاء أحمد شفيق بالأمر المباشر وبأرقام فلكية، حيث تكلف المطار الجديد أكثر من 3.3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي. خسائر تشغيل المطار الجديد سنويا بلغت 500 مليون جنيه. الشركة المشرفة على إنشاء المطار الجديد وهي شركة ساب قامت بإنشاء مطار أتاتورك بتركيا، وهو 3 أضعاف مطار القاهرة بدون قروض وبنظام BOT ولمدة محدودة ودون تحميل الدولة التركية أي أعباء أو خسائر. قام أحمد شفيق ببيع 300,000 متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران لرجال الأعمال لرجل الأعمال فهد الشبوكشي بسعر جنيه واحد، وكذلك 4,000 متر لشركة مارتيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر 1 جنيه للمتر، وهذا الفندق يمتلكه فهد الشبوكشي حصته 50% فيه. قام أحمد شفيق ببيع 1 مليون متر للسيد وجدي قرارة برسم إشغال 1 جنيه للمتر شهريا بزمام وزارة الطيران المدني. كما قام أحمد شفيق بصفته رئيس مجلس أمناء مارينا بمنح وجدي قرارة أيضا حق استغلال فندقين بمارينا مقابل 1 مليون جنيه سنويا، مع العلم بأن الفندقين يحققا إيرادات سنوية من 50 إلى 60 مليون جنيه. تقول للأب والأم اللي قاعدين للولاد اللي قاعدين في التحرير:
ولادكم محدش هيمسهم بسوء. لا حاشا لله، ما لا يمكن على رقبتي ان واحد يضار مما تم. نتوجه بهذا الحديث إلى المصريين الموجودين بميدان التحرير. هذا نداء من أجل سلامتكم. من فضلكم عودوا إلى بيوتكم. وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك عناصر إثارية تستعد للتوجه إلى الميدان، وهي تحمل كرات من اللهب مشتعلة. نرجوكم عودوا إلى بيوتكم حرصا على سلامتكم. على الفور لنعلم ما هذا الدخان وما هذه الكرات من النار التي تتساقط على المتحف المصري. يعني يا رجال الأمة، يا حكماء الأمة، يا أهالي مصر، هل يعقل ذلك؟ هل يعقل أن ترمى النيران من مصري على مصري؟ لمصلحة من ذلك؟ لمصلحة من ما يتم الآن في ميدان التحرير؟ نناشد الجميع لله، نناشد الجميع الالتزام بالهدوء منذ الصباح ونحن ننادي بذلك. ماذا علينا أن نفعل أكثر من ذلك؟ نناشد الجميع الالتزام. كرات النار تتزايد في الحقيقة والتي تتساقط من أسطح المنازل بالقرب من المتحف المصري. That's operated under emergency powers for 30 years be expected to suddenly transition to democracy and act with transparency. Look at what happened when Candy Coley pressed Egypt's prime minister about this yesterday on CNN. Mr. Prime Minister, our reporters on the scene in Cairo tell us that while you negotiate about a democratic process, there are still arrests of local and international human rights activists as well as journalists. Why are you arresting them? I didn't understand you. I didn't understand you, Frank. We are told that you are arresting human rights activists and journalists. Why? I don't hear well now. Why are they arresting arrests? About what? About the detention of human rights activists. Why are you detaining them? Frankly speaking, if there is some problem, it's not intended at all, my dear. Thursday, while the Egyptian government was talking about reaching out to opposition figures, 9 young dissidents had a meeting with opposition leader Mohammed El-Baradei. That evening, all 9 were rounded up and detained. بس يا جماعة، بس كفاية كده. أنا ارتفع الضغط عندي شوية. طيب، بصوا يا جماعة، اسمعوا شوية المقاطع دول وبعدين نرجع تاني مع بعض. الأصوليات كلها خلقناها، الحكومات احنا اللي عملناها. جايين النهارده بتوع أول امبارح بيفهمونا الأصول إيه، عشان احنا نسينا احنا خلفياتنا إيه. كل اللي عملوا هيصة دي في ميدان التحرير قالوا لا احنا رافضين الحوار. هو حضرتك ماذا تسمي ما يحدث في ميدان التحرير ومحافظة مصر الآن؟ تعبير حاد عن الرأي العام في شكل جماعي. انت عايز تسميه ثورة؟ مش ثورة طبعا. مش ثورة طبعا. أنا بسأل حضرتك، هو حضرتك ماذا تسمي ما يحدث في ميدان التحرير ومحافظة مصر الآن؟ تعبير حاد عن الرأي العام في شكل جماعي. انت عايز تسميه ثورة؟ مش ثورة طبعا. مش ثورة طبعا. مش ثورة طبعا. عمنا في ذلك ان احنا بنفتح هذه الصفحة بعد ثورتنا في 25 يناير. في 25 يناير واللي الحقيقة يجب انها تكون نقطة انطلاقة لمستقبل مصر هتكون بعديه، ليست كمصر قبليه. سميت الثورة في الميدان هيصة، والثوار اللي خلوك دلوقتي ترشح نفسك رئيس جمهورية مصر العربية بتوع امبارح. وبعدين بعد كده قلت ثورتنا، مع انك في الاول قلت ما اسمهاش ثورة. هو ده انت. طب نشوفه انت وانت مرشح
هشرح دلوقتي بتقول ايه مثلا عن الانفلات الامني، المفروض ايه اللي يتم فيه؟ مثلا في انفلات امني غير عادي. كلهم الانفلات الامني حضرتك ذكرته. حضرتك ما بيلاقكش موضوع الامن ده؟ مين في مصر مش قلقان من الانفلات الامني اللي بيهدد اكل عيشه واسرته وحياته وكل شيء؟ ازاي؟ مش مفروض حضرتك تنام بالليل وعندك انفلات امني وتصحى الصبح الانفلات الامني موجود الى هذه الدرجه. هذه قرارات. الله ينور عليك. هو ده فعلا المطلوب، ان ما ينفعش ان يبقى في انفلات امني في بلد زي مصر وفي اي بلد في العالم. ما ينفعش الاطفال يكونوا مفزوعين في بيوتهم. ما ينفعش الستات تخاف تخرج من بيوتها. ما ينفعش الشرطة ما تشتغلش. بالامر طبعا. انت كلامك صح، بس وانت رئيس وزراء عملت ايه في الانفلات الامني؟ وهل قلت نفس الكلام ولا قلت الكلام تاني؟ فاكر يا شفيق ولا فكرك؟ اكيد مش فاكر. ولا اقول لك فاكر بس بتعتمد على ان احنا اللي مش فاكرين وان احنا هننسى. اسمع انت كنت بتقول ايه؟ اسمعها من شويه انه اعطاني تكليف بان احنا نصل الى العمق في معرفه المتسببين في كل ما تم من كوارث في الفتره اللي فاتت، لان مؤداها ادى الى ان حضرتك قاعده اولادك مروعين في البيت مخضوضين من الاحتمالات ان حد يخش عليهم يأذيهم او اللي حصل في الشارع المصري اللي احنا مش معتادين عليه خالص. وانا التزم بان الموضوع ده ما يمرش مرور الكرام ولا بد يعني يحاسب كل من حصل في هذا الموضوع. بس حضرتك ما بتديناش خطه عمل، يعني ما بتقولش مثلا هشكل لجنه، ما بتقولش هفتح تحقيق، ما بتقولش هكلف فلان يتحقق، يعني برضو يعني هو حضرتك تفرق معاك ايه ان اشكل لجنه او اشكل مجموعه او اعمل حضرتك يعني ايه علاقه حضرتك بالموضوع ده؟ هقول لك اولا علاقتي انني روعت مع المصريين الذين روعوا. انا ببلغ حضرتك علاقتي ان انا اهتزت ثقتي في البلد بشكل كبير. علاقتي ان انا عندي احساس ان انا في مؤامره. يعني طب ما انا واحده ما تستعمليش كفاءتك الاذاعيه في انك انت تاخديه. يعني خلينا اتكلم. اتفضل. انت مالكيش دعوه، ليكي علاقه في الاخر ان الموضوع ده اصل الى حل جاذر فيه يحط كل مسؤول يحاسب قدر حسابه. اسميها لجنه، اسميها مجموعه، اسميها حساب، اسميها محكمه، اسميها زد، اسميها اكس، هيتم المحاسبه. وهذا التكليف جالي من السيد رئيس الجمهوريه في اطار الخطاب اللي قاله دلوقتي. سياده الفريق، اعرف انك خضت سنوات طويله في الحياه المدنيه، انما الجزء العسكري فيك واضح انه بتطبقه دلوقتي. انا مواطنه مدنيه وقررت مع غيري الا امنح ثقتي يعني بشكل جزافي. حضرتك ما قلتليش او حتى ما تديش فكره تقول لي مثلا ايه خلال 3 شهور هنطلع نتيجه، الاسبوع الجاي هنكلف، يعني في خطه عمل. حضرتك ليكي انك تقولي كده، لكن مالكيش انك تقولي لي هتعمل لجنه ولا مجموعه ولا محكمه ولا مالكيش في دي. حضرتك ليكي تقولي لي خلال قد ايه هتدي النتيجه. خلال قد ايه؟ انا برضه اقول لك انا لسه متلقي التكليف دلوقتي، سيبيني افكر وليك عليا خلال 2 3 اقول لك خلال كذا هقول لك ابقى مدعي. لو انا ممكن ارمي كلمه دلوقتي زي الناس ما بتعمل واقول لك خلال 2 شهر هديكي النتيجه، مش على اساس. يا راجل عايز تاخد 2 3 تفكر فيهم الاول وبعدين بعد كده تقول لنا انا قدامي 2 أو 3 عقبال ما الامن يرجع، ومش عارف ان كل ثانيه بيموت فيها عشرات الارواح. مش عارف ان كل ثانيه في ناس في مصر بسطة وغلابه قوي
بيموتوا في الثانية 1000 مرة من الخوف والفزع. مش عارف كده، ما حسيتش بيهم، ما حسيتش بالأمهات اللي بيتخلع حتة من قلبها لما ابنها بيموت أو بيتصاب. ما حسيتش بكل ده وانت رئيس وزراء، ودلوقتي وانت جاي ترشح نفسك جاي تضحك علينا وتقول لنا الأمن لازم الصبح يكون موجود. طب نسمع انت كنت بتقول ايه، او انت بتقول ايه دلوقتي عن الفساد والنظام الفاسد السابق. اسمع كده، اسمع كويس. سبب الثورة قالت القضاء على الفساد 100% لم يقضى بعد على الفساد بنسبة 100%. لكن الفساد مستويات. في فساد قمة مرحلة متشافة كويس قوي، ابعادها او استبعادها مطلوب كاجراء فوري خلاص. خلال بقى باقي الهرم بالكامل، دي الجزء ده واضح في الرؤية. باقي الهرم بالكامل الفساد موجود فيه بنسب مختلفة، بتغلغل يتفاوت من المنطقة الأخرى. أنا جبت البعض من الأبناء، يمكن الأبناء اللي شاركوا في الثورة، وأنا بتكلم معهم في هذا الإطار. بقول لهم تفتكروا أنتوا بتقولوا إن إحنا الثورة مستمرة لغاية القضاء على كل الفساد. أدي الهرم الحكومي اللي الفساد يبقى جواه. أنا مش هتكلم على فساد القطاع الخاص، لأن فساد القطاع الخاص بيبقى من خلال الهرم الحكومي، أو أي فساد كله من خلال هذا الهرم. ماذا تروا؟ احنا شلنا القمة دي لغاية هنا، دي واضحة جدا للعيان. تفتكروا لو شلنا لغاية فين في الهرم ده وركناه على جنب، يبقى انتوا قضيتوا على الفساد. الخبرة بقى بتتدخل. واحد فكر كتير كده قال لي نشيل لغاية درجة مدير عام، وده يخليك تقول ان العملية مش مفهومة، العملية مش واضحة. يعني ايه يشيل درجة مدير عام؟ طب ما انا تحت المدير عام على طول، هبتدي مصر كمسؤولين من بعد المدير عام. مدير عام اللي حتة اصغر منه على طول فاسدان جدا، ما هو دخل في اللي قاعدين. مش كده الامور بتدار. بيتهيألي ان من كلامك انت اعترفت انك انت لا تصلح انك انت تكون رئيس. اعترفت انك انت انسان فاسد، لانك قلت ان احنا اقتلعنا قمة هرم الفساد، وبيتهيألي ان احنا لغاية دلوقتي ما اقتلعناش غير مبارك. وبرضه قلت ان الفساد مش لغاية مدير عام بس، الفساد تحت كده بكتير، وانت كنت تحت القمة بشوية صغيرين لانك كنت وزير. يعني اعتراف كامل منك انك انت انسان كنت فاسد في نظام فاسد. نسمع مع بعض هو كان بيقول ايه على مبارك بالظبط قبل ما يسيب رئاسة الوزراء. عايز اسمع تعليق حضرتك على كلمة الرئيس تحديدا. الرئيس طرح اتكلم في الظروف، بين طرح رؤيته الشخصية لشخصه في الفترة القادمة، وقال ان هو يعني بين السطور كده ناس كتير ظلموه وافتكروا ان هو يعني متطلع لان هو يعني يستمر او يعني كل ما قيل، وقال للناس بصريح العبارة خطتي اهي، بس انا يمكن ما اعلنش عنها.
أتخيل بحكم معرفتي أو اقترابي من الساحة يعني إن ناس كتير جدا هتتأثر بقرار الرئيس بالمغادرة أو بترك الساحة في الفترة القريبة، لكن هو عمل أكتر من اللي ممكن بشر يعمله في مرحلة على مدى طويل. قلت في برنامج سابق الحقيقة إن حسني مبارك مصري وابن الريف المصري للنخاع. تأكدي حضرتك. ولأن لو الناس أقسموا لي أغلظ الإيمان إن حسني مبارك هيغادر ويروح حتة تانية في أحلك الظروف، هقول لحضرتك لأ، حسني مبارك ربنا يديه العمر هيموت في مكانه مهما تعرض، وعينهم أنا أعرفه زي ما أنا عارف طبيعتي الشخصية. الفريق أحمد شفيق أعلن إنه في محبة شخصية تجمعك بالرئيس مبارك، يعني مش فكرة الرصيد أو المحبة، يعني اجتمعتما وفي محبة أعرف أنها شخصية موجهة للرئيس مبارك. أنا أسأل بس عايز أعلق الأول. حضرتك خدي بالك إنها محبة قامت على العمل من الأول، لم يكن بيني وبين الرئيس مبارك أي شيء في شيء من الخصوصية. كل العلاقة قامت على مدى كل السنين اللي فاتت على عمل 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 على طول الخط. يعني أنا كنت مع الرئيس راجل بيعمل وبيقدم ناتج عمله، وكان في دايما الحمد لله رب العالمين توفيق. فأعتقد أن العلاقة قربها جه من هنا، لا بقى هقول استظراف ولا قرابة ولا معرفة ولا خالص. فأنا يعني أشرف بعلاقة هفضل العمر كله أتذكرها وأحتفظ بيها، لأنها كانت قامت على أساس من كلنا اجتمعنا على حب حاجة واحدة. كنت تعرف مبارك زي ما تعرف نفسك بالظبط، ده اللي انت قلته. يعني كنت تعرف فساده وكنت مقرب منه، والفاسد لا يقرب منه إلا الفاسدين. وده دليل تاني من كلامك على إنك لا تصلح إنك تكون رئيس مصر، وإلا هنكون بننتخب مبارك تاني في اسم تاني وشكل تاني، لكن بنفس الطريقة. لص جديد، ظالم جديد، فرعون جديد. أكيد كل المصريين عارفين حقيقتك أو معظمهم، ومحدش هينتخبك وانت عارف ده كويس، بدليل لما اتكرشت من امبابة بفضيحة كبيرة وانت عامل مؤتمر انتخابي. لكن الخوف، كل الخوف من المادة 28 اللي بتحصن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات. بمعنى أصح الخوف من التزوير. عشان كده بنقول لمجلس الشعب اثبت انك انت مجلس وطني بجد، مجلس ثوري بجد، لانك لغاية الان ما عملتش حاجة. ما عملتش حاجة غير في مصلحتك انت او في مصلحة الاكثرية الاخوان. اثبتوا ان قانون العزل السياسي ما كانش معمول عشان شخص عمر سليمان، اثبتوا انه معمول علشان احقاق الحق، وطالبوا بتفعيله. والمجلس العسكري لابد انه يوافق على القانون ويفعله، لان مش هينفع يمسكنا فاسد تاني، مش هينفع يمسكنا حرامي تاني.
وانتوا قلتوها قبل كده، مصر مش زي تونس، ومصر مش زي سوريا، ومصر مش زي ليبيا. وانا بكرر كلامكم، مصر ولا هي ليبيا ولا هي سوريا. سوريا الجيش بتاعها جيش طائفي، ما بيدافعش عن بلد، بيدافع عن زعيم طائفة فاسد قاتل حقير. ليبيا جيشها كان مرتزقة، مجموعة ميليشيات من المرتزقة مأجورين يقتلهم عشان المال. أما مصر اختلافها إن جيشها أخويا وابن عمي وجاري، مش ممكن يرفع سلاحه في وشي، إنما هيرفعه في وش عدو بلدي. هو ده الجيش المصري. محدش يراهن على إن الجيش هيضرب الشعب. الجيش جيشي، حمايتي، درعي، سيفي. المجلس العسكري، المشير طنطاوي رئيس المجلس فعل القانون، اعترف ان في ثوره، حقق مطالب الثوره، خلي البلد تعيش في امان. مش هينفع يحكمنا فاسد. مصر عمرها